سلام، معكم سايكا ستوري ومرحبا بكم في القصه ديال اليوم. القصه ديالنا اليوم زوينه بزاف، فيها عبره وكتخليك تعيد النظر في الاصدقاء ديالك. بلا ما نطول عليكم، ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبدا القصه ديالنا مع ثلاثه ديال البنات، وحده سميتها ليلى، وحده سميتها لطيفه، وحده سميتها حنان. ثلاثه ديال البنات كانوا يخدموا في نفس الخدمه مع بعضياتهم عند واحد السيد في الكراج. وهاد المدينه اللي كانوا يخدموا فيها البنات كانت في احد مدن اطلس. النوع ديال الخدمه ديال هاد البنات كانت هي الصناعه التقليديه، الزرابي والاشياء التقليديه المغربيه اللي معروفه عندنا كاملين. هاد البنات الحاله الاجتماعيه ديالهم على قد الحال، والعمر ديالهم في العشرينات، 29 23 22. هاد البنات ما مزوجينش، خدامين على والديهم، عايشين حياه عاديه كما باقي البنات. ما قلت في الاول خدامين عند واحد السيد في واحد الكراج، كيخدموا الزرابي واشياء تقليديه كما قلنا الصناعه التقليديه. هاد السيد كان عايش بوحدو مع دارو مع وليداتو، وهما كانوا عايشين مع بعضياتهم حيت كانوا ساكنين في الجبل وبعيد عليهم الحال، كيباتوا تما وكيخدموا تما. حنان ولطيفه كانوا صحابات بزاف، يخرجوا بجوج، ياكلوا بجوج، يتمشاو بجوج، صحابات الروح بالروح. اما ليلى كانت صاحبتهم، ولكن ماشي الروح بالروح كما هما بجوج، كان جامعهم العمل وصافي، الخدمه بيناتهم. الصراحه كان بيناتهم مشاكل ما بين حنان ولطيفه وليلى. ليلى كانت واحد البنت اللي ظريفه وعاقله وجابده راسها وخاطيها المشاكل. اما حنان ولطيفه كانوا عاطينها الخروج، يضلوا برا ديما، عكس ليلى. ليلى كانت دائما جابده راسها وخاطيها الصداع والمشاكل، وهي كانت زوينه عليهم. هما كانوا زوينين ولكن هي كانت تحسن بهم في الجمال. حنان ولطيفه ديما واخده النظره على ليلى انها معقده ما كتفهمش، وهما عندهم علاقات مع الدراري الاخرين برا، ولكن ليلى كانت العكس ديالهم. حنان ولطيفه ديما كان عندهم علاقات مع الدراري الاخرين على برا، على ما كتعاود ليلى انه ديما في الدار الضحك، تليفون، ضاربين الدنيا بركله، عكس ديال ليلى. ليلى كانت واحد البنت اللي كتصلي، الخدمه ما يعطيها مول الدار كونجي، كتمشي للدار ديالهم تشوفهم، يعني حياه عاديه وزوينه. كانوا ديما كيقولوا لها راه واحد الولد شافك وعجبتيه وراكي زوينه، ولا بعض الخطرات اللي كيجيبوا معهم 3 دراري، يعني كيجيبوا معهم واحد الثالث باش يعرفوها عليه ويرجعوها بحالهم. هي ديما كترفض هذا الشيء حيت شاده الطريق وعمرها فكرت دير شي حاجه بحال هذه. هنايا هذا الرفض ديالها اللي كانت كديرو ديما خلى بيناتهم شويه ديال الكراهيه، بقاو شويه ديال الحقد عليها. هنايا مول الدار كان كيشوفهم ديما كيخرجوا برا ياكلوا في الزنقه، وحده تجي وحده ما تجيش، كان شويه ديال المشاكل. هنا قرر يدير لهم كوزينه والماكله، وجاب لهم بوطه، جاب لهم الاساسيات المطبخ. البنات عجبهم الحال واتفقوا مع الفكره، بقاو كيطيبوا ويتعاونوا بعضياتهم. البنات عجبتهم الفكره، بقاو كيتعاونوا على الماكله، كانوا كيتناوبوا على الماعن. ولكن المشكله فين كاينه ان نهار لطيفه وحنان كيغسلوا الماعن وغدا ليه هي بوحدها اللي كتغسل الماعن، اذا ما كانش العدل. هنايا مول الدار كان ديما كينصح ليلى، كيشكرها عليهم، كيقولها ما تتبعيهمش، هذوك ما صالحينش، عندك ديري بحالهم، بعض النصائح. وهما ساقوا الخبر هذا الشيء، داكشي علاش زادوا غاروا منها بزاف. واحد النهار ليلى غادي يخطبها واحد من العائله، واحد الراجل اللي زوين وموظف وخدام على راسو. غادي تعرضهم ليلى، غادي يحضروا الخطبه ديالها وغادي يشوفوا الراجل، غادي يشوفوه زوين وخدام، غادي ما يعجبهمش الحال وغادي تشدهم الغير. سالات الخطبه وداك الراجل بقى معاها، بقى مره كيجي يديها، مره كيوصلها لدارهم، يعني كان غادي جاي تقريبا. على داك الشيء زادوا غاروا بزاف حنان ولطيفه. وكان بعض المرات الخطيب ديال ليلى كيعرضهم لشي قهوه وكيعرضهم كاملين بثلاثه، وهما كيشوفوا التصرفات ديالو كي دايرين، تصرفات زوينين ومحترمين، كي كيدير يتعامل. هنا كثرت الغيره والحسد، كيبقاو يقولوا شوفوا كي كيدير يتعامل، شوفوا هي كي دايره. هنايا انتقلوا لواحد القضيه اخرى، قدروا يجيبوا النمره ديال السيد، بقاو كيعطيوها للبنات اللي تعرفوا عليهم، وكيقولوا له هاد السيده ما تسوى ما تصلاح، راها كتضل الدور في السنقه، يعني كيقولوا لها غير الحوايج السلبيين عليها. في نفس الوقت حنان ولطيفه كيمشيو عندها وكيقولوا لهداك السيد كل مره كنشوفوا مع وحده، يعني ما يسوى ما يصلح حتى هو، يعني نفس الخدمه كيديروها ليها وليه. حتى واحد النهار يتلاقاو ليلى والخطيب ديالها، هو غادي يوريها الميساجات كامل اللي كيوصلوه، وهي غادي تقول له الهضره اللي كيقولوا لها. هنايا غادي يعيقوا بهم
وغادي يعرفوا بان هاد الشيء كامل غير باش يفرقوهم. هو غادي يقول لها ما تديها فيهم وانا ما غادي نديها فيهم، غادي نكملوا حياتنا عادي. وداك الشيء اللي كاين ملي كيسولها حنان ولطيفه كتقول لهم ان ما بقاش يهمنا. حنا زادوا غاروا بزاف وقالوا ما يمكنش هاد الشيء وقع، خص ضروري نديروا شي حاجه. حنان ولطيفه قرروا ما يكونش هاد العرس وبقاو كيفكروا حتى لواحد النهار حنان غادي تمشي لهاد الزاج، حتى غادي تشوف واحد الغبره غادي تقول له شنو هاد الشيء. غادي يقول لها هذا زاج مطحون، شوفي غادي نديرو في الماء وشوفي ما غاديش كاع يبان. هنا غادي تجيها الفكره وغادي تقولها اللطيفه، وغادي من بعد يومين غادي ترجع ودير راسها كتشوف كتسول حتى غادي تدي واحد شويه من داك الزاج مطحون وغادي تديه معاها. من بعد تصاحبوا مع ليلى، ما بقاوش كما الاول هما كيغسلوا الماء بالتول، ما بقات جوج ضد وحده، بقاو كيديروا هما الماكله ديما كيطيبوا. كيقولها انا ما كلتي حسن غادي انا نبقى نطيب. تصاحبوا معها يعني وتقربوا لها بزاف. ليلى ما شكت بوالو، قالت ربما عادي بغاو يوليو يهضروا معايا ولا شي حاجه بحال هكا. ملي غادي كتكون الماكله ياك كيكون طبسي واحد كياكلوا فيه جماعه، ملي كتكون سلطه عصير حريره شي حاجه اللي كتكون كل وحده وعندها حاجه ديالها. ملي كيديروا لها ديك الماده السامه داك الزاج المطحون في الكاس ديال العصير ولا في اي حاجه، مع الطول ليلى بدات كتوجع الام كترد غير سخفانه ما قداش توقف على رجليها. انا الخطيب ديالها بقى كيجري بها بالسبيطارات، والديها تخلعوا كيديروا لها التحاليل وكل طبيب كيماركي لها دواء في شكل وكيقول شي حاجه في شكل. حنان ولطيفه بداو كيزوروها وكانوا كيدوا معاهم الماكله، والمشكل فين كاين ديك الماكله فيها داك الماده الزاج المطحون وهي كتاكلو وهي في السبيطار. ما بقاتش فيهم واخا كاع داك المعاناه اللي كتعيشها باقيين كيزيدوا في داك الحقد ديالهم. هنا الخطيب ديالها صاحبو كيعرف واحد الطبيب اللي كيدير تحليل دقيق للتحاليل ديالها، يعني التحاليل ديالها كيتصيفطوا لبرا وهما كيقولوا شنو عندها. داكشي اللي داروا مشاو للدار البيضاء داروا لها التحاليل، وملي خرجوا التحاليل قالوا لها بلي ان هاد البنت كانت تاكل شي ماده سامه، ماده اللي كانت كتحط لها في الماكله كل نهار. هنا البنت تفاجئت بقات تقول انا من كليت هاد الماكله كنت دائما كناكل في الدار. هنايا الطبيب منع عليها الماكله، اي ماكله تجيها من العائله او من برا ما تاكلهاش. الماكله الصحيه هي اللي غتجيها من المستشفى اللي هي فيه. الممرضه كانت مراقبتها كل يوم حتى لواحد النهار البنات ساقوا الخبر ومشاو باش يزوروها وداين معهم الماكله. ثم العاده الماكله اللي فيها السم. هنا مشاو زاروها وداو لها معها الماكله. هنا وحده فيهم غادي تجبد واحد رايبي وغادي تقول لها هاكي شربيها تقيبيه شويه تنوضي الاستغفار اللي فيك. غادي تقول لهم ليلى ان الطبيب منع عليا الماكله يعني ما تعطوني حتى شي حاجه. هنا بزو عليها قالوا لها غير رايبي هذا ماشي مشكل غير كولي غير كولي. هنا غادي تدخل الممرضه وغادي تشوفهم، غادي تقول لها اش داكشي اللي كتعطيها تما. غادي تقول لها والو، غادي تقول لها اراي داكشي وغادي تشد عندها الماكله. غادي تقول لها زوروا البنت ومن بعد غادي تلقاو الماكله ديالكم عند المكتب ديال الممرض. غادي تقول لها لا صافي غادي نمشيو حنا بحالنا غادي نمشيو درك عطينا الماكله ديالنا وخلينا نمشيو. انا الممرضه قالت لهم ما غاديش نعطيها لكم، كملوا الزياره ديالكم ومن بعد غادي تلقاو الماكله ديالكم تما. كتقول لهم ممرضه الله يلعن الشيطان عطيو هاد الماكله لشي مريض ولا شي واحد هنايا. هما رافضين كيقول لها لا عطينا الماكله. هنا غادي يجي الطبيب غادي يقول لهم اش كاين. الممرضه غادي تحكي له كل شيء، هو غادي يقول لهم حنايا مانعين اي ماكله للمريضه ديالنا. هنايا باقيين البنات متشبتين باش يديو الماكله ديالهم. هنا الطبيب غادي يضربوا الشك، غادي يقول لها ما غاديش تمشيو منا حتى غادي نشوفوا هاد الماكله شنو فيها. بدا الغوات والنقاش، عطينا الماكله ديالنا خلينا نمشيو. كان واحد البوليسي جا طلب من كل وحده فيهم تعطيه البطاقه الوطنيه. هنا وحده فيهم رجعت عند الفرمديه قالت لها شحال نعطيك باش تعطيني ديك الماكله. الفرمديه قالت لها شحال تعطيني؟ قالت لها نعطيك 20,000 فرنك. الممرضه رجعت عند البوليسي قالت له كل شيء، قالت له هاشا قالت لي. هنايا عرفوهم باللي انهم مجرمين. هنا البوليسي عيط للشرطه وجاو لقاو القبض عليهم. ومي غادي يديو الماكله للمختبر غادي يلقاو فيها السموم اللي كانوا كيعطيوها للبنت الزاج المطحون. ليلى فوتت شهرين تقريبا وهي كتعالج. لطيفه وحنان حكموا عليهم ب15 سنه للوحده. هذه نتيجه انهم
كانوا كيعطيو السموم لصاحبتهم. العبرة من هاد القصة انه ما بقات الثقة في حتى شي واحد، بكثرة الغيرة والحسد قدروا يديروا هاد الشي كامل. وهنا كتنتهي القصة ديالنا، ان شاء الله تعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك معكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.